مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث. مرحبا بكم أعزائي المتابعين والمشاهدين في فيديو جديد. في هذا الفيديو اليوم سنتحدث عن أهم التسريبات والتوقعات للحلقة القادمة وهي الحلقة 24، وأيضا ملخص بسيط عن أحداث الحلقة الماضية وهي الحلقة 23. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو عزيزي المشاهد لا تنسى الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. أتمنى أن نصل هذا الفيديو إلى أكثر من 1000 لايك وانطلقنا. أحداث نارية شاهدناها في الحلقة. بدأت الحلقة الشيخ سكر يوبخ مقناص أمام القبيلة بسبب مراقبته لمساعد وملاحقته واتهامه بأنه جاسوس فزاع، وهنا مقناص حلف يمين بالله أن كل شيء يقوله على مساعد هو صحيح، وهنا الشيخ سكر لم يصدقه، وهنا شاهين يتدخل في الموضوع وأصلح فيما بينهم، وشاهين يريد أيضا أن يزوج مقناص وحفل زواجهم يكون في المنتجع هو وزوينة، وهنا زوينة طلبت شرط أن ينفذه مقناص مقابل الزواج منه وهو القبض على فزاع، وبعدها توافق على الزواج من مقناص، وهنا مقناص وافق على الشرط. فزاع يعاقب مساعد بسبب سرقة فلوسه ويريد أن يتخلص منه، إلا ويأتيه اتصال من شاهين ويريد منه أن يأتي إلى القبيلة، وأيضا شاهين أخبره بأنهم قبضوا على جاسوس فزاع وهو رميح. هنا فزاع عرف بالأمر أيضا، وعرف أيضا بأن ماريا لم يتم التخلص منها. هنا أيضا فزاع يقوم بفك أسر مساعد ويريد منه العودة للقبيلة، ويخبره بكل تحركات الشيخ سكر وشاهين ومهاوش ومقناص ويريد منه التخلص من ماريا، وأيضا يخبره أين الشيخ ساكر مخبئ لمعدات المصنع التي أخذها عليه. مساعد عاد للقبيلة وأصلح الشيخ سكر بينه وبين مقناص. مبروك وجرمل وعايش طلبوا من لطف أن يمسك لهم قمر مقابل أن يعطوه ممنوعات. رشانش يتصل لفزاع ويعطيه مولة من أجل عمل مصنع الممنوعات، ولكن فزاع يتهرب منه ولم يخبره بأنه قد قبض عليه الشيخ سكر. شاهين ورشاه يريدون الذهاب للمدينة وأيضا يأخذون معهم سدرا ليعالجوها أيضا لأنها فقدت عقلها. قمر وجراح وزارة ذاهبين للقبيلة، وهنا مبروك وجرمل ومعهم لطف يذهبون لمنزل شاهين ولا يجدونهم، وهنا لطف يتصل بأخته زهرة ويكذب عليها بأمر من مبروك لكي يخطفون قمر وجراح، وقال لها أن ينتظروا له في بداية طريق الصحراء، إلا وفجأة يأتي لهم فزاع بعد أن يخبر مبروك بمكانهم ويخطفهم فزاع وتنتهي الحلقة. التوقعات يا عزيزي المشاهد، من المتوقع في الحلقة القادمة أن نشاهد شاهين ورشة وهم ذاهبين للمدينة يأتون على فزاع ورجاله وهم خاطفين قمر وجراح وزارة وينقذونهم، ويتم إبلاغ رجال الأمن أيضا. وأما بالنسبة لمساعد يخطط ويعمل من أجل التخلص من ماريا، ومساعد يخبر فزاع أيضا بذهاب رشا وشاهين إلى المدينة. أحداث نارية وأسطورية تنتظرنا في الحلقات القادمة إن شاء الله، وما هذه إلا توقعاتي يا عزيزي المشاهد، ربما تكون صحيحة وربما لا، فلذلك اترك لنا توقعك في التعليقات، وأيضا لا تنسى أن تشترك في القناة وأن تضغط لايك لهذا الفيديو. أتمنى أن نصل هذا الفيديو إلى أكثر من 1000 لايك، وانتظرونا إن شاء الله بإذن الله في فيديوهات قادمة نتحدث فيها عن مسلسل دروب المرجلة. نلقاكم في فيديو قادم، مع السلامة.